السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ معاكم رز بالجمبري ومعاكم شوربة جمبري خطيرة خطيرة خطيرة. تستاهل منك 1000 لايك و1000 شير. عايزين تعرفوا الطريقة وتعرفوا هي وصلت للجمال ده، والرز اللون البراون الجميل اللي هو وصل له ده ازاي؟ يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم مطبخ ما اقولكش. هنعمل مع بعض النهاردة طريقة عمل صينية الجمبري. ماشي معانا هنا جمبري اي حجم، اي حجم واي جمبري هتجيبيه هتعمليه بنفس الطريقة اللي انا هعملها لك دي. هتعمليه صينية هيطلع لك شوربة حلوة وهيبقى طعمه خطير. انا جبت الجمبري شطفته شطفتين، بس انا لازم هعمل فيه ايه؟ هقص شواربينه كده، وهاجي هنا افتح بالشكل ده بالمقص. في الفتحه دي انا باخد معايا الكيس الرملي اللي موجود. تمام. اه كده خلاص. انا عايزه الجمبريايه بحالها كده. كل اللي انا هعمله هقص ظهرها عشان اطلع الكيس الرمل اللي فيها، وكده تمام. كمان واحده اقص شواربينه دي عشان ايه؟ ما تبقاش معانا في الشوربه مش حلوه. خلاص كده. وهاجي بقى هنا اقص قصه صغيره كده عشان اعرف ادخل المقص. وهدخل المقص عندي كده اهو لحد اخر الظهر اهو كده. كيس الرمل اهو في القصه دي. الكيس الرمل ده اللي انت شايفاه ده اهو بيطلع معايا. تمام. واحده تانية كده اهو. باخد الشواربين دي كده شنباته يا شنباته اهو. وهاجي هنا اقص قصه صغننه كده عشان ادخل. طريقه سهله جدا في تطليع الكيس الرملي، وما بتتعبيش على طول في ثواني. في القصه دي في دخلة المقص كده طلع لي الكيس الرملي بتاعي. شايفه؟ تلاقيش فيها حاجه ونضيفه وايه وزي الفل. هعمل انا الكميه كلها بالشكل ده، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. فاصل ونواصل. كده بعد ما خلصنا كده قطعنا ايه شنباته وخدنا منه الايه الحبل الرمل بتاعه. عايزه افضي شويه زي ما انا فضيت كده شويه جمبري كده عشان احطهم في الرز. تمام. سبت شويه قلت اقول لكم ازاي نعملها. بنمسك الجمبريه كده وبنضغط على الديل بالشكل ده. بصي بتقوم طالعه معاكي كده. هيتبقى اللي في النص هتقومي شايلاه كده اهو القشره دي كده بالشكل ده، وتقومي متكيه برضو على الراس وسحباها. يبقى عندك الجمبريايه بالشكل اللي انت شايفاه ده. نعمل كمان واحده اهو. شايفه؟ اسلت كده واجي اللي في النص اخدها كده. وكده يا حبايبي بعد ما غسلنا الجمبري غسله حلوه جدا هنسيبه هنا على جنب. علقت على ميه عندي في الصينيه اللي انا هعمل فيها الجمبري الميه تغلي. عبل ما الميه تغلي هنكون قطعنا الايه الخضره بتاعتنا اللي احنا هنحطها في الميه. وده معايا الجمبري اللي احنا خليناه علشان هنعمل بيه الرز. هنخلي هنا الجمبري على جنب وهناخد معانا البلانشة بالشكل ده. معايا بقى ايه الخضره اللي احنا هنستعملها. معايا بصل، معايا توم، فلفل، طماطم، ليمون، جزر، معايا كزبره او بقدونس. تمام كده. هنعمل ايه؟ هاخد عندي البصله هقطعها بالشكل ده
كده خلاص. تعالوا بقى معايا على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. وكده جينا على البوتاجاز، عندي الميه عندي غلت بالشكل اللي انت شايفاه ده. هسقط بقى عندي ايه الخضره بتاعتي، البصل والثوم والليمون والفلفل والجزر والطماطم. زي ما اتفقنا هنسيب الخضار عندي ده في الاخر. هسيب الخضار عندي ده يغلي غلوتين. هنحط طبعا التوابل بتاعتنا دلوقتي برضو. هنحط معانا ايه كده، هنحط معانا شوية ورق لورو بالشكل ده. هنحط حبهان، كام واحدة حبهان. هنحط شوية روزميري اللي هو اكليل الجبل. اكليل الجبل اللي هو بالشكل ده، اكليل الجبل اللي هو الروزميري. خلاص. هنحط بقى معانا شوية كمون. هنحط شوية شطة صغيرين، سنة شطة صغيرة خالص كده. سنة بابريكا برضو صغيرة. هنحط توم بودر، بصل بودر، شوية جنزبيل. كلها حاجات يعني ايه، بصي المعلقة عاملة ازاي بتاع التوابل، ربعها ربعها يعني، ما تكتريش في التوابل دي، يا دوبك حاجات بسيطة. سنة قرفة طبعا، شوية ايه فلفل اسود. تمام كده. كده اصبح عندي ايه الخليط جاهز. ناقصه ايه؟ ناقصه شوية الملح. هنحط بقى ايه شوية الملح. طبعا ده ملح بحر زي ما انا قايله. كده خلاص عندي طبعا الخليط بقى جاهز لاستقبال مين؟ لاستقبال الملك بتاعنا اللي هو الجمبري. كده الخليط العصاره كلها خدت مع بعضها، لان احنا زي ما احنا قلنا ان الجمبري ما بيغيبش عندي في التسويه، فلازم الحاجات دي تاخد وتدي مع بعضها. هنجيب بقى الجمبري بتاعي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وهنسقط عندي الجمبري بالشكل ده. تمام كده اهو. شايفين على طول اول ما بينزل بيغير عندي ايه اللون بتاعه على طول. خلاص انا كده بقى هسيبه، هغطيه ياخد ويدي بقى مع البوكيه جرنيه الجميل اللي احنا حاطينه له ده. وبعد كده قرب السوا بقى ان شاء الله هنحط له الخضار بتاعنا. تمام كده. يلا بينا فاصل. تعالوا بقى كده قبل ما الجمبري عندي يستوي هنحضر للرز بتاعنا. معايا الجمبري اللي احنا خليناه هنتبله. هنحط عليه شوية الملح. تمام. هحط عليه حبة بصل بودر برضو سنة صغيرة كده، وتوم بودرة، حبة كزبرة ناشفة، شوية كمون، معانا جنزبيل حبة صغننين كده، سنة قرفة. خلاص حطينا ايه شوية فلفل اسود كده. خلاص هنعصر بقى ليمونة، وكده يبقى الجمبري بتاعنا جاهز للرز ايه بتاعنا كده. تمام. وكده الجمبري عندي جاهز للرز. هنيجي بقى عندي على البوتاجاز ونشوف الرز هنعمله ازاي. يلا بينا. وكده يا حبايبي رجعنا تاني على البوتاجاز. هنحط هنا معلقتين سمنه على معلقتين زيت، لازم زيت ضروري للرز. وهنحط البصله كبيره متقطعه مكعبات زي ما انت شايفه كده. بصله كبيره ضروري عشان البصل
بيطعم معايا الرز وبيخليه طعمه حلو جدا. عبل ما البصلة عندي تتدبل انا عايزاها تبقى لونها براون بني، مش محروق ولا بني فاتح، ماشي. اما تحمر عندي هكون حطيت عندي الكزبرة على الجمبري. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده الجمبري عندي داخل في السوا، هسيبه بقى ياخد من الكزبرة شوية وهطفي عليه. وكده يا حبايبي بعد ما عندي البصل احمر بالشكل ده هنزل عندي بالجمبري واقلب. تمام كده. هنزل بقى صويا صوص، شوية صويا صوص، معلقة كده. تمام. ومعايا معلقة دبس رمان، بسم الله، بالشكل ده وهقلب. ده بقى هيديني بقى اللون البراون الجميل التحفه بتاع الرز اللي بتلاقيه جميل قوي كده. كده خلاص بقى هننزل عندي بالرز. بسم الله الرحمن الرحيم. وهقلب بالشكل ده. هحط عندي الملح والكمون والفلفل، شوية جنزبيل صغيرين، شوية قرفة صغير، معلقة حلوة كده، معانا حبة كمون، طبعا الكمون ده أساسي. معانا تاني شوية فلفل أسود، وهحط بقى الملح وهنقلب كده. هنزل عليه بقى عندي بالميه بالميه السخنه، انا غليها في الكتل، وهزوده بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. هعلي عندي النار، هقلب كده حلو خالص. اغطيه بقى واسيبه يستوي. عندي الجمبري اللي احنا معلقين عليه هنا استوى خلاص، هطفي عليه وهنعمل فيه انا مش هستكفي ان انا هسيبه كده، لان انا هقدمه في الصينيه، فانا هحطه بقى في الفرن عندي ياخد وش، وبعد كده هنشوفه. تمام. يلا فاصل ونواصل. ودي يا حبايبي الرز معانا بعد ما استوى، بسم الله ما شاء الله، زي ما انت شايفه كده بالجمال ده، ومفلفل، شايفه فلفل وجميل واستوى زي الفل. طبعا لما احنا بيغلي عندي بهدي عليه النار وبهدي خالص بقى بعد كده، وبسيبه يستوي على نار هاديه، بيطلع معايا بالشكل اللي انت شايفاه، باللون ده وبالجمال ده ما شاء الله. شايفه لونه جميل جدا وحلو. استوى. هطفي عليه بقى، وكده اكلتنا بقت جاهزه معانا. وانا حطيت الجمبري عندي في الفرن ياخد وش. تمام. يلا فاصل. وكده يا حبايبي بعد ما صينيه الجمبري خلصت زي ما انتوا شايفين بالجمال اللي انتوا شايفينه ده ما شاء الله، الريحه بقى قلب الدنيا، ريحه الجمبري جميله وقلب الدنيا. طبعا انا بحب اسيب الشوربه في الجمبري كده، لان هما بيشربوا الشوربه، ميه الجمبري دي بتبقى خطيره جدا. والجمبريه معايا مستويه وجميله. طبعا احنا عارفين ان الجمبري ما بيغيبش عندي في التسويه. تمام كده. هنجرنش بقى الطبق بتاعنا ونقدمه، وكده تعتبر حلقتنا خلصت. هنجرنش بقى الطبق ونشوف شكله وكده يا حبايبي اكلتنا بقت جاهزه كده على التقديم زي ما انت شايفه كده. اكله تحفه وجميله هتعجبك جدا جدا ما شاء الله ما شاء الله، في منتهى الجمال وفي منتهى الطعامه. شويه جمبري بقى وشويه رز ما اقولكش. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيناش في اللايك، وما تنسيناش في الشير، ولو اول مره تشوفيني ما تنسينيش في تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. وكان معاكي مطبخ
ما اقولكش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.